عملت رز بلبن النهاردة جميل قوي، هيعجبكم جدا. عملنا السادة وعملنا بالمكسرات عشان نرضي جميع الأطراف. أهم حاجة بقى في الوصفة دي إن احنا نسوي الرز الأول علشان تطلع معانا مظبوطة. فهنبدأ الأول إن احنا نغلي شوية مية، كوبايتين، ونحط عليهم كوباية رز منقوعة كانت قبل كده مثلا بنسيبها وغسلناها وسيبناها 10 دقايق ونسيبها منقوعة بس، وبنحطها وبنغطي عليها يدوبك ربع ساعة ونلاقيها استوت كده. ننزل عليها بكيلو لبن، تمام، نسيبه لحد ما يغلي. وبعد كده ننزل عليه بالكريم شانتيه، بيعلي الطعم شوية ويديله دسامة، لأن الألبان اللي عندنا دلوقتي مش دسمة، متديش طعم زي بتاع زمان. فبنعدل شوية بالكريم شانتيه بيديها طعم حلو. وبعد كده بسيبه برضو بيغلي، واخد 4 معالق نشا على حبة لبن صغيرة وادوبها كويس قوي، واضيفها على الحلة بتاعتي واقلب كويس، وافضل اقلب بقى طول ما انا شغاله، ما اسيبهوش خالص. واضيف كوبايتين سكر، ده على كيلو لبن. اللي حبه حلو بزياده طبعا بيزود كوبايه كمان بس. واول بقى ما احنا شايفين كده بيبقى على جناب الحله كده بيبدا يطلع، خلاص يبقى عرفنا ان خلاص هي استوت وابتدى النشا يعقد معاها. نحط الفانيليا بس، وكمان كده كله خلص. بس زي ما احنا شايفين قوامها كده لذيذ وحلو، هيبدأ يمسك كمان لما نضيفها في الكاسات وتبرد. نعمل بقى، انا عامله نص ساده ونص بالمكسرات، عشان في ناس متحبش الرز بلبن بالمكسرات عندي بس. وبالهنا والشفا، وجبه صحيه ولذيذه وحاجات من البيت. واللي بيحب طبعا بالمكسرات اي نوع عندك موجود، بس بنضيف له نص معلقه قرفه علشان بيدي طعم حلو قوي مع اللبن. وبألف هنا، وقولولي لو الوصفة عجبتكم. أحب أسمع آرائكم وتعليقاتكم، وأشوفكم دايما بخير، ودايما وصفات حلوة جديدة دايما مع بعض. شكرا.